السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مش هقولك بس إنه مميز جدا جدا، لأ، ده فيديو بجد ضرب نار. حاجة كده اللهم بارك، ممنوعة لأصحاب القلوب الضعيفة. هنعمل النهاردة الحواوشي الاسكندراني بأسهل وأبسط طريقة، طريقة فعلا هتعتمديها دايما بفضل الله، بعجينة مظبوطة وطريقة تشكيل ولا المحترفين. هتعمليه بطريقة المحلات وبحشوة مميزة جدا جدا، أحلى بكتير من الحواوشي بتاع بره. وكمان هتضاعفي الكمية بمكون صحي من الدرجة الأولى، يعني لا فول صويا بقى ولا حتى برغل. وأدق أسرار محلات الجزارة في خلطة الحواوشي الرهيبة. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة، انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت نشير الفيديو لكل حبايبنا عشان الكل يستفاد. اول حاجة هنسمي بسم الله، وفي طبق عميق هنزل فيه بكوبايتين من المية الدافية، وده طبعا لاننا في فصل الشتاء. بعد كده هجيب كده نص كوباية من المية وهركنها على جنب. معايا باكت من الخميرة الفورية ما يعادل 11 جرام. كمان هنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر الحبيبات ما يعادل 20 جرام من السكر. وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما اتأكد ان الخميرة بتاعتي نشطة وفعالة معايا، وكمان السكر يدوب تماما. قلبنا كده وخلاص، الخميرة بتاعتنا اتأكدنا كده ان هي طلعت الفقاعات اللي على الوش كده وتمام التمام. كمان هنزل بمعلقة كبيرة من الخل ما يعادل 10 ملي من الخل. وطبعا زي ما قلنا وبنقول دايما في كل فيديوهاتنا، الخل مميز جدا ومفيد جدا لكل المعجنات عشان تكون هشة، وكمان تكون فاتحة جدا في لونها بعد التسوية. نزلنا عليهم كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات وطبعا منخول، وكمان نزلنا عليهم بنص معلقة من الملح. وهنبتدي ان احنا نخلط كل المقادير مع بعضها لحد الدقيق ما يختفي تماما ويتشرب كل السوائل. وزي ما قلنا محضرين نص كوباية كده من المية، وهبتدي ان انا اخد منها شوية بشوية، وفي الاخر هقول لكم ان شاء الله استخدمت قد ايه من المية او كمية السوائل. طيب لو حابة ان انا اعجن العجينة بحليب او حتى لبن رايب او لبن قاطع، مفيش مشكلة، ولكن لازم تدخلي في العجينة بتاعة الحواوشي جزء من المية، يعني خلي نص كمية السوائل مية والنص التاني لبن او حليب. خلاص لمينا كده العجينة، وكنت استخدمت نص كوباية المية الموجودة عندي، وكمان جبت كده ربع كوباية من المية وحطيتها كده في طبق عميق، وهبتدي ان انا اخد منها بشويش كده وانا بخدم العجينة. وخدت العجينة بتاعتي على السطح العملي اللي بشتغل عليه، وبعد كده هاخد شوية بشوية كده من المية، يعني كده ننسم العجينة بتاعتنا، ودي خطوة مهمة جدا عشان تخلي لي المعجنات بتاعتي بصفة عامة والحواوشي بصفة خاصة يكون هش جدا، والعجينة بتاعته ولا أروع من اللي انتوا شفتوها كده. حاجة اللهم بارك بتاخد العقل. هتاكلي رغيف العيش حاف قبل الحشوة اللي من جوه. هنعجن كده العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بس طبعا في البداية دهنت كده الرخامة بتاعتي دهنة خفيفة من الزيت. هنا بقى كده معايا نص معلقة من السمنة، وأنا استخدمت هنا سمنة نباتي، تقدري تستخدمي سمنة حيواني أو سمنة بلدي، المتوفر عندك استخدميه، بتدي طعم وريحة مميزة جدا جدا للحواوشي بتاعك. خلاص كده عجننا العجينة حوالي 12 دقيقة، ولو عندك عجان تقدري تستخدميه. وهندهن كده الطبق بتاعنا دهنة خفيفة من الزيت، وكمان وش العجينة، وهنغطيها كده بفوطة نظيفة ونسيبها تختمر كده. وطبعا في فصل الشتاء بنستخدم طريقة التخمير السريعة، وهي ان احنا بنحط كده شوية من المية الدافيين تحت العجينة بتاعتنا في حلة أو في حاجة، ونحطها في الفرن أو في مكان دافي عشان تتخمر معانا بسرعة. سيبناها كده تتخمر، وبعد كده تعالوا معايا لما نحضر الحشوة بتاعت الحواوشي الرهيبة. أول حاجة لازم نعرفها عن الحواوشي إن الحواوشي بتاعنا أو اللحمة، كل كيلو من اللحمة المفرومة بياخد كيلو من البصل. طريقتنا النهاردة بنفس طريقة محلات الجزارة بإذن الله، يعني هنبتدي إن احنا ننزل بالبصل والتوابل
وهندعكهم كويس جدًا، جدًا مع بعض لحد كده البصل ما يتشرّب من التوابل، واستخدمنا في التوابل بتاعتنا النهارده فلفل أسود، 7 بهارات، ملح وكمون وكبابة صيني وجنزبيل وقرفة، وإن شاء الله هاسيب لكم المقادير بتاعتهم بالضبط في صندوق الوصف، وكمان ممكن تستخدمي بهارات الحواوشي اللي بتكون جاهزة وبتلاقيها دايمًا عند العطار أو في أي محل أو سوبر ماركت. هابتدي بقى إن أنا أقلِّب التوابل مع البصل بتاعي، وطبعًا البصل إحنا فارمينه فرمة كويسة جدًا في الكبة، وهنبتدي إن إحنا نقلِّبهم وندعكهم كويس جدًا، جدًا لحد كده ما تشمي ريحة البهارات ما تكون اتشربت كده مع البصلاية. نزلنا بقى هنا بمعلقة كده من الملح، معلقة كبيرة، لإن الكمية اللهم بارك بعد الإضافات اللي إحنا هنضيفها هتشوفي الكمية بتاعة الحواوشي أو خلطة الحواوشي بتاعتنا هتبقى قد إيه. هانزل بقى هنا بكيلو إلا ربع من اللحمة الحمرا، وعشان هنا أنا ضِفت لحمة أو الموجودة عندي لحمة حمرا، هاستخدم لها بقى 50 جرام من السمين أو الدهن بتاع اللحمة، وده في حالة إن اللحمة بتاعتِك تكون مش سمينة أو تكون لحمة حمرا. كمان حبّايتين من الطماطم، وبعد كده هننزل بالمكون اللي هيضاعف الكمية، معايا هنا ربع كيلو من البطاطس المسلوقة، وضربناها في الكبة لحد ما أصبحت معانا كده بيوريه عشان تختفي تمامًا وما يكونش لها أي أثر في الخلطة بتاعة الحواوشي بتاعتنا. مكون صحّي ولا ضِفنا بقى فول صويا ولا أي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن يبقى ليها أي أضرار. كمان ضِفنا هنا حزمة من البقدونس، خدنا الأوراق بتاعتها واستبعدنا السيقان بتاعتها، وهنبتدي إن إحنا نقلِّب كل المكونات كده مع بعضها ونعجنهم عجنة تمام. إحنا محتاجين إن كل المكونات كده تتداخل وتنسجم مع بعض. ضِفنا بس آخر إضافة كده، معايا قرن فلفل من الفلفل الرومي، تقدري تضيفي الفلفل الحامي لو أنتِ حابة، بس لو عندِك أطفال ما يُستحبش إن أنتِ تضيفي الفلفل الحامي. خلطنا كده كل المكونات مع بعضها وهنسيبها ترتاح في التلاجة، وعندي بقى عجينة الحواوشي بتاعتنا كانت اتخمرت أو اختمرت ما شاء الله تبارك الله وحجمها تضاعف. شايفين قد إيه العجينة هشة ما شاء الله اللهم بارك، لأننا عاجنينها بتكنيك وبطريقة بتطلع المعجنات ولا كلمة، حاجة كده اللهم بارك. هنعملها بقى كده رول، بس ضِفنا كده دهنة خفيفة من الزيت على الرخامة، وهنبتدي إن إحنا كمان ندهن الجزء اللي إحنا هنشكِّل العجينة ونرصها عليه، عشان العجينة بتاعتنا طرية وما تلزقش مننا. هاعمل بقى كل كُرة من العجين 85 جرام، وده هيدّيكِ 10 أرغفة من الحواوشي، وتقدري طبعًا تكبّري حجم قطعة العجين أو تصغّريها ما فيش مشكلة، بس هو الحجم ده حجم يعني نقول فوق المتوسط شوية، ولكن لو عايزاه حجم كبير ممكن تعملي الرغيف يكون القطعة 100 جرام أو 120 جرام. قطّعنا كده العجين وهنبتدي إن إحنا نشكّله بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده كده، مش هياخد معانا أي وقت ما شاء الله اللهم بارك، وحتى لو بتشتغلي لوحدِك سيبناه يرتاح كده 10 دقايق، وبعد كده بدأنا إن إحنا نفرده بإيدينا وبالمردنة أو بالنشابة، وهناخد أول طبقة كده من العجين فردناها أو أول رغيف، وهناخد كمان واحد. إحنا هنعمله هنا بالطريقة الأصح، وبأكد دي الطريقة الأصح، وبصراحة بيبقى شكله أفضل بكتير من طريقة إن أنتِ تشكّلي رغيف واحد وتعملي الحشوة جواه. اتبعي الطريقة دي وإن شاء الله هتعتمديها بفضل الله، وتقدري تستخدميها في العزومات وهتشرفِك بفضل الله وبإذن الله. هنا كده شكلنا كمان رغيف، وابتدينا ان احنا نحط بقى الحشوة كده داخل الرغيف. طبعا سمك الحشو بتاع الحواوشي دي حاجة ترجع لك، حابة يكون الرغيف كده مليان ومقلبظ ومقلوظ مفيش مشكلة، لو حابة ان هو يكون الطبقة فيه السمك بتاعه يعني رفيعة شوية برضو مفيش مشكلة، المتوفر عندك وعلى قد إمكانياتك اشتغلي وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكي وإيدينا جميعا. هنبتدي بقى إن إحنا نضيف عليه الطبقة التانية من العيش أو من العجينة، وهنضبطها كده ونسويها، وبعد كده هنبتدي إن إحنا نقفّل عليها كويس جدًا، جدًا بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، عشان ما يكونش فيه أي أثر للحواوشي أو الخلطة بتاعة الحواوشي بتاعتنا.
وهنقفّلها كده ونضغط عليها صوابعنا كده داير ما يدور بالضبط كده بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، ومش هنحطها على الوش اللي إحنا قفّلناه، لأ إحنا مش عايزينه يبان معانا وعايزين الشكل كده يكون مُهندم وجميل. وحضّرنا بقى كده الصينية اللي هندخّلها الفرن مش مدهونة أي حاجة خالص، ولا زيت ولا زبدة ولا سمنة ولا أي حاجة. حطيناه بقى على الجنب التاني يعني ما يبانش ان انتي مقفلاه نهائيا، وكمان الحشوة مظبوطة فيه، والرغيف ما تقطعش مننا ولا اي حاجة من الحاجات اللي بنشوفوها في الطرق التانية. عملنا كمان واحدة كده سويناها بالشكل الدائري اللي انتي شايفاه ده، وبنقلب بس بوش العجينة كده على الشكل الناعم عشان ده اللي هيكون اللي هو فيه يعني مقابل لينا او هو هيكون من فوق. وهنحشي كده الحشوة بالطريقة وبالشكل اللي انت شايفاها دي، وبعد كده بنشكل كل الكمية بنفس الطريقة، مش هياخد معاكي أي وقت بإذن الله وبفضل الله، وتقدري كمان تضاعفي كمية العجينة وطبعا تضاعفي كمية الحشوة، وممكن كمان الحشوة ديت تضاعفيها وتشيلي منها في الفريزر ليه مرات تانية بعد كده، يعني تحضّري الحشوة وتشيليها في الفريزر وتطلّعي منها تعملي على طول، ومش هتاخد منِّك أي وقت بفضل الله. لو وصلتِ للنقطة دي معايا يا ريت ما تنسيش اللايك، ولو مش مشتركة في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلِك كل جديد. هنا كده خلّصنا ما شاء الله كل كمية الحواوشي اللي معانا، وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، يعني طريقة ولا أروع. عايزة أقول لِك فايته كتير اللي ما جرّبش الطريقة دي. هنساوي بس كده إحنا سِبنا الحواوشي بتاعنا يرتاح كده، وبعد كده بنساويه بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، وبعد كده بنحضّر كده البخاخ اللي بنستخدمه دايمًا للمعجنات، وهنرُش رشة خفيفة كده من المَيّة على وِش أرغفة الحواوشي بتاعنا، وطبعًا في الوقت ده كده بنكون محضّرين الفرن مسخّنينه على أعلى درجة حرارة، الحواوشي بيخُش على درجة حرارة عالية، يعني لو عندِك تايمر بيكون على 230 ولو مش موجود عندِك بيبقى على أعلى درجة حرارة. رشّينا كده رشّة خفيفة من السمسم، وتقدري كمان تضيفي على وِشّه حبّة البركة لو متوفّر عندِك، طبعًا ليها فوايد كتير الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وصّى بيها. هنا خلّصنا كده وهنبتدي ندخّل كل أرغفة الحواوشي كده الفرن، وهيطلع معانا بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، اللون ما شاء الله اللهم بارك، وطعمه فعلًا كان حكاية، اللهم بارك ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال اللهم آمين. عايزة أقول لِك تقدري تعملي منه عزومات وتعتمدي الطريقة، رمضان إن شاء الله جاي علينا، وقدّمناه النهارده مع المخلل بقى اللي إحنا عاملينه، أحلى مخلل ممكن تدوقيه، وما شاء الله اللهم بارك، يعني الرغيف بيتحدث عن نفسه، مش قادرة أقول لِك على جماله وحلاوته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بدعوة حلوة وشير ولايك وسبسكرايب لقناتنا، وتشيروا الفيديو لكل حبايبنا عشان الكل يستفاد، وربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم آمين يا رب العالمين. وما تنسوش اخواتنا من الدعاء، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.